بيبدأ الفيلم بطفلة لسه مولودة اسمها ماتيلدا، وبيكون هاري أبو ماتيلدا شخص جشع مش بيفكر غير في الفلوس، وبيكون مهمل لدرجة إنه وهم راجعين من المستشفى بيسوق بتهور، فتفضل ماتيلدا المسكينة تتحرك مع حركة العربية. وبتكون زينيا أم ماتيلدا مهملة لدرجة إنها نسيت ماتيلدا في العربية بعد ما وصلوا لبيتهم. وبتكون ماتيلدا عندها قدرات خاصة بس مفيش أي حد من عيلتها بيهتم بيها أو ياخد باله حتى. وبتكبر ماتيلدا شوية وبتكون هي اللي بتهتم بنفسها. وبيكون هاري أبو ماتيلدا مشغول في بيع العربيات المستعملة، وزينيا أمها مشغولة دايما في لعب الكوتشينة مع صاحبتها. يسيبوا ماتيلدا وقت طويل لوحدها في البيت. ولما توصل ماتيلدا ل4 سنين بتكون بتعرف تقرا كل الجرايد والمجلات. وفي يوم بتقول ماتيلدا لهاري ابوها انها عايزه تشتري كتاب، بس هاري بيقول لها تتفرج معاه على التلفزيون احسن. وتاني يوم بتخرج ماتيلدا لوحدها وتروح لمكتبه المدينه وتقعد هناك بالساعات تقرا، فتساعدها موظفه المكتبه وتعمل لها اشتراك في المكتبه عشان تقدر ماتيلدا تاخد الكتب اللي عايزاها معاها البيت وتقراها براحتها. وتكبر ماتيلدا اكتر. وفي يوم بيشوف هاري كتب ماتيلدا فتقول له ماتيلدا انها واخداهم من المكتبه، وتفكروا ماتيلدا انها بقى عندها 6 سنين ونص ولازم تروح المدرسه. بس هاري بيكون مقتنع ان ماتيلدا عندها 4 سنين بس. وبتكون زينيا امها ناسيه ماتيلدا اتولدت امتى اصلا، فيمنعوا ماتيلدا انها تروح المدرسه. فتزعل ماتيلدا وترجع لاوضتها تعيط هناك لوحدها. وبعدها بيرجع هاري وهو فرحان عشان باع كذا عربيه مستعمله. فيقول هاري لمايكل ابنه يحسب معاه كسبه قد ايه، بس بتقدر ماتيلدا تحسب مكسب ابوها من غير ما تستعمل ورقه او قلم. فتستغرب عيله هاري، وبيكون هاري مقتنع ان ماتيلدا خدعته وشافت الورقه اللي في ايده. فياخد هاري ماتيلدا ويدخلها اوضتها تقعد لوحدها. فتفكر ماتيلدا انها تعمل مقالب فيهم. فتصحى ماتيلدا قبل عيلتها وتحط حاجات على زيت شعر هاري. فلما يستخدم هاري زيت الشعر بتاعه بيتغير لون شعره، فيتضايق هاري من مظهره. وبعدها بنعرف ان الشرطه بتراقب هاري بسبب نصبه على الناس في العربيات اللي بيبيعها. وبيكون هاري بيشتري عربيات خرده ويجددها اي كلام وبعدين بيبيعها للناس باضعاف ثمنها. وبيكون هاري بيغير في ارقام عداد السرعه عشان يوهم الناس ان العربيات بتاعته ماشيه مسافه قليله. فتقول له ماتيلدا ان ده غش، فيقول لها ان اللي عايز يعمل فلوس بيعمل كده. وتحاول ماتيلدا انها تقنعه ان ده خطر على الناس، بس بيكون هاري شايف انه صح وماتيلدا غلط. فتتضايق منه ماتيلدا وتروح تحط غيره في الطاقيه اللي هاري بيلبسها. فيلبس هاري طاقيته وتروح العيله عشان يتغدوا مع بعض في مطعم. فلما يجي هاري يقلع الطاقيه بتكون لزقت في شعره. فتحاول زينيا انها تخلع الطاقيه، وبيكون الناس اللي في المطعم بيتفرجوا عليهم. بس بتقع زينيا ويقع هاري على الاكل فيطير الاكل في الهواء. فيرجعوا للبيت وتفضل زينيا تحاول تخلع طاقيه هاري، وبتقدر اخيرا انها تشيلها بعد ما باظ جزء كبير من شعر هاري. وبالليل بيكون هاري عايز ماتيلدا تسيب كتابها وتتفرج معاهم على التلفزيون. فلما ترفض ماتيلدا بياخد كتابها ويقطع قدامها، ويثبت هاري دماغ ماتيلدا بالعافيه قدام التلفزيون. فتركز نظرها على التلفزيون وهي متضايقه فينفجر التلفزيون. وتاني يوم بتيجي مديره مدرسه اسمها اجاسه لهاري، وبتكون اجاسه عايزه تشتري عربيه. فيقترح هاري على اجاسه انه يديها عربيه مقابل انها تقبل ماتيلدا عندها في المدرسه وتعلمها الادب. وبعدها بيروح هاري لماتيلدا ويعرفها انها تروح المدرسه. فتجهز ماتيلدا نفسها وتروح المدرسه وهي فرحانه. بس بتيجي اجاسه مديره المدرسه اللي بيكون واضح ان كل الطلاب بيخافوا منها. في الوقت ده بتتعرف ماتيلدا على 2 من زمايلها في المدرسه، وبتعرف ماتيلدا منهم ان اجاسه بتعامل التلاميذ معامله قاسيه لدرجه انها رمت واحد منهم من الشباك بسبب انه كان بياكل ملبس في الفصل. وبتعرف ماتيلدا من زمايلها ان اللي بيغلط في المدرسه بيتحبس في اوضه غريبه اسمها جوكي. وبعدها بتروح اجاسه البنت في المدرسه وتزعق لها عشان عامله ضفاير. ولما تعترض البنت بتمسكها اجاسه وتقعد تلفها في الهواء وتطيرها لبعيد فتنزل وسط الازهار بره المدرسه. وبعدها بتروح ماتيلدا لفصلها وتشوف ميسيس هاني المدرسه بتاعتها. وبتكون هاني لطيفه جدا وبتحب الاطفال عكس اجاسه. وتبدا هاني تراجع جدول الضرب مع التلاميذ. فتديهم هاني مساله بارقام كبيره، بس بتقدر ماتيلدا انها تجاوب عليها بدون اي تفكير. فتحل هاني المساله بالورقه والقلم وتطلع اجابه ماتيلدا صح. فتقول ماتيلدا لهاني انها قرت كتاب عن الرياضيات في المكتبه. وتعرف هاني ان ماتيلدا بتحب القرايه، وبيكون الكاتب المفضل لماتيلدا هو نفس الكاتب المفضل لهاني. فتحس هاني ان ماتيلدا عبقريه وان مخها اكبر بكتير من عمرها. فتروح هاني لاجاسه وتقول لها ان ماتيلدا متفوقه. فتقترح على اجاسه انهم ينقلوا ماتيلدا لفصل مع طلاب اكبر منها في السن بسبب تفوقها. بس بتفتكر اجاسه ان هاني عايزه تخلص من ماتيلدا بسبب شقاوتها، فترفض طلبها وتمشيها من اوضتها. وبالليل بتروح هاني لبيت ماتيلدا وتتكلم مع هاري، بس هاري كالعاده بيكون مش مهتم وبيكون عايز يقفل الباب عشان يروح يتفرج على التلفزيون. بس هاني بتقول له ان مستقبل ماتيلدا اهم من التلفزيون. فيدخلها هاري البيت وتقول هاني لعيله ماتيلدا ان ماتيلدا عبقريه وعندها معلومات كتير تعادل معلومات طالب في الجامعه، بس محدش من عيله ماتيلدا بيهتم بكلام هاني. فتحس هاني ان مفيش فايده من الكلام معاهم فتسيبهم وتمشي. فتشكرها ماتيلدا من بعيد على اهتمامها. وتاني يوم بتجمع اجازه الطلاب وتندى على تلميذ اسمه بروس، وتتهم اجازه بروس انه اخد او سرق قطعه من كيك الشوكولاته بتاعتها. بس بينكر بروس انه اكل كيكه اجازه. فتقعدوا اجازه على كرسي وتقدم له قطعه كيك كبيره وتطلب منه انه ياكلها كلها. فيضطر بروس انه ياكلها. وبعد ما بيخلص بروس الكيك بتقدم له اجازه باقي الكيك وتقول اجازه لبروس انه مش هيتحرك من مكانه غير لما يخلص الكيك اللي قدامه. فيبدا بروس المسكين في اكل الكيكه لغايه لما يبقى خلاص مش قادر ياكل تاني. فتقوم ماتيلدا وتشجعه فيتحمس باقي التلاميذ ويشجعوا بروس اللي بترجع ليه طاقته مره تانيه وبيقدر انه
يخلص الباقي من الكيك فيحتفل بروس وباقي التلاميذ، فتتضايق اجاسا وتضرب بروس بالصينيه وتعاقب باقي التلاميذ بانهم يقعدوا في المدرسه 5 ساعات زياده عن ميعادهم. ولما ترجع ماتيلدا للبيت بتلاحظ ان الشرطه بتراقب بيتهم، فتقول لهاري انها شافت الشرطه بتراقب البيت، بس كالعاده هاري وزينيا مش بيصدقوها. وتاني يوم بتلاقي لافندر صاحبه ماتيلدا حيوان صغير اسمه ساماندا. في الوقت ده بتيجي اجاسا بالعربيه البايظه فتاخد ماتيلدا وتحطها في اوضه العقاب اللي اسمها جوكي عشان هاري خدعها وباع لها عربيه عينه. في الوقت ده بتكون هاني بتشيل اي حاجه بتضايق اجاسا من الفصل عشان اجاسا بتكون هتمر على فصلها النهارده، فتروح لافندر وتحط حيوان السمندل في ابريق الميه اللي ممكن تشرب منه اجاسا. في الوقت ده بتوصل اجاسا للفصل وتلاحظ هاني ان ماتيلدا مش موجوده في مكانها، فتقول لها لافندر انها في الجوكي، فتروح هاني وتفتح لماتيلدا وتطمنها وترجعها للفصل مره تانية. بس اجاسا ما بتاخدش بالها من ماتيلدا وتروح عشان تشرب كوبايه ميه، فما تاخدش بالها من السمندل اللي في الميه. بيضحك الاولاد كلهم عليها. في الوقت ده بتشوف اجاسا السمندل وتفتكر ان ماتيلدا هي اللي حطته في الميه، فتزعق لها وتفضل تشتم فيها وفي هاري ابوها قدام باقي التلاميذ. فتركز ماتيلدا نظرها على كوبايه الميه اللي فيها السمندل، فتقع الكوبايه وينط السمندل على اجاسا اللي بتكون مرعوبه منه، فتضحك ماتيلدا وباقي التلاميذ على اجاسا، فتتغاظ اجاسا اكتر من ماتيلدا وتهدد ماتيلدا وباقي الطلبه انها تحبسهم في الجوكي لو عملوا اي حاجه تانية. وبعدها بتقول ماتيلدا لهاني انها هي اللي وقعت الكوبايه وحركت السمندل من مكانه، بس بيكون هاني مش مقتنعه بكلام ماتيلدا، فتحاول ماتيلدا تعمل كده مره تانية قدام هاني بس بتفشل انها تحرك الكوبايه، فتتضايق ماتيلدا بس بتعرض هاني عليها انها تجيلها البيت النهارده بعد المدرسه. وفي الطريق بتوريها هاني بيت اجاسا اللي هو في الاساس بيت هاني، وبتقول هاني لماتيلدا ان لما كان عندها سنتين امها ماتت وبعدها بوقت قصير مات ابوها، فجت عمتها عشان ترعاها وبتكون عمتها شخصيه شريره، وبنعرف ان اجاسا تبقى عمه هاني. فلما كبرت هاني سابت البيت اللي فيه اجاسا واجرت كوخ صغير عشان تهرب من معامله اجاسا السيئه ليها. وبتعرف ماتيلدا ان هاني لما سابت بيتها سابت كل حاجتها والعابها هناك. وبعدها بتخرج هاني وماتيلدا فيشوفوا اجاسا وهي خارجه من البيت، فتقول ماتيلدا لهاني يروحوا البيت اللي عايشه فيه اجاسا وياخدوا حاجات هاني اللي هناك. في الوقت ده بتتعطل عربيه اجاسا وتبدا تزق اهل البيت مره تانية، وبتكون ماتيلدا وهاني دخلوا البيت وبتشوف هاني علبه الشوكولاته بتاعت ابوها بس بتنسى هاني العلبه مفتوحه. وفي نفس الوقت بترجع اجاسا للبيت وبتكون هاني وماتيلدا في اوضه هاني فيسمعوا صوت اجاسا في الدور الارضي وهي بتكلم هاري في التليفون. في الوقت ده بتشوف اجاسا علبه الشوكولاته مفتوحه فتفكر ان في حد غريب في البيت فتروح تدور عليه، وتقول هاني لماتيلدا تهرب من باب المطبخ وهي هتشتتها. فلما توصل ماتيلدا لباب المطبخ بيكون مقفول بالمفتاح، وبتسمع اجاسا صوت حركه في المطبخ فتروح لهناك، بس بتكون ماتيلدا اختفت من هناك فتدور عليها تحت الترابيزه بس بتكون ماتيلدا متعلقه فيها. وتقدر هاني انها تشغل اجاسا وتقدر انها توصل لماتيلدا ويهربوا من شباك صغير في بدروم البيت، بس بتخرج وراهم اجاسا وبتكون هاني وماتيلدا مستخبين منها وسط الاشجار. فلما ترجع اجاسا للبيت بتتحرك ماتيلدا مع هاني عشان يمشوا من مكانهم. ولما ترجع ماتيلدا للبيت بتلاقي زينيا امها قاعده مع الشرطيين اللي بيراقبوا بيتهم، وبيرجع هاري من شغله ويتخانق مع زينيا عشان دخلت اغراب البيت ومش مجهزه الغدا، فتقول لهم ماتيلدا ان الاتنين دول شرطه بس مش بيصدقوها، فتتضايق ماتيلدا وبيكون هاري عمال يزعق لها فتقدر انها تحرك الباب وتقفله عليها. فتعرف ماتيلدا انها بتقدر تحرك الحاجات بعينيها اما حد يزعلها، فتبدا ماتيلدا تمرن نفسها على قدرتها وتقدر انها تتحكم في الحاجات اللي حواليها بشكل كبير. وبعدها بتشوف ماتيلدا الشرطه وهم بيفتشوا الجراج بتاع بيتهم، فتروح لهم ماتيلدا وتقول لهم انه ما ينفعش يفتشوا المكان من غير اذن تفتيش، وتقدر ماتيلدا انها تحرك عربيتهم بعينيها فيجروا ورا العربيه، وتقدر ماتيلدا انها تاخد شريط الفيديو اللي كانوا مسجلين عليه الحاجات اللي شافوها في الجراج. وبالليل بيحاول مايكل انه يضايق ماتيلدا فيحدف على قطعه جزر، بس بتتحكم ماتيلدا في قطعه الجزر وتحدفها على مايكل بكل سهوله. وبعدها بتروح ماتيلدا لبيت اجاسا عشان ترجع حاجه هاني ليها، وتطلع على سطح قريب من البيت وتتحكم في عروسه هاني وتحركها ليها وتقدر انها تاخد العروسه. وبعدها بتنزل ماتيلدا من على السطح بس بيتفك الشريط اللي رابطه بيه شعرها. وبعدها بتحاول ماتيلدا انها تاخد قطعتين شوكولاته من العلبه وتنجح فعلا انها تاخدهم. وبتحرك بعدها ماتيلدا عقارب الساعه فيرن الجرس، وبتحرك ماتيلدا كمان كرسي اجاسا، فلما تيجي تقعد على الكرسي بتقع على الارض. وبعدها بتحرك ماتيلدا عقارب الساعه مره تانية فيضرب الجرس من تاني، وتتحكم ماتيلدا كمان في الكهرباء وتفتح شبابيك البيت فتخاف اجاسا وتفتكر ان البيت فيه اشباح. وبعدها بتحرك ماتيلدا صوره اجاسا من على الحيط وترميها في الدفايه فتتحرق. وبتحرك ماتيلدا كمان صوره ابو هاني وتحطها مكان صوره اجاسا، فتخرج اجاسا بسرعه من البيت وتركب العربيه، بس بتشوف اجاسا شريط شعر ماتيلدا فتعرف ان كان في تلميذ موجود في المكان. وتاني يوم بتدي ماتيلدا هاني العروسه بتاعتها وقطعه شوكولاته، بس بتوصل اجاسا في الوقت ده وتقول له هاني انها هتدرس لفصلها النهارده، فتخبي هاني الالعاب الدراسيه اللي عاملاها لتلاميذها، وبتوري ماتيلدا لهاني قدرتها على تحريك الاشياء. وبعدها بتوصل اجاسا للفصل وتوقف الطلاب قدامها وتقول لهم ان في واحد منهم دخل بيتها امبارح، وتوريهم شريط الشعر الاحمر الخاص بماتيلدا، وتسال التلاميذ الشريط ده بتاع مين، فتقول هاني انها اللي كانت في بيتها امبارح. في الوقت ده بتحرك ماتيلدا الطباشير وتكتب على السبوره انها ابو هاني وانها لازم ترجع لهاني بيتها وحاجاتها وتمشي من المدرسه والا هيرجع لها تاني ويخلص منها. وبعدها
بتحدف ماتيلدا البشاورة على أجاسة لغاية لما تقع على الأرض فاقدة الوعي، وبعدها بتفوق أجاسة مرة تانية وتمسك ولد وترفعه لفوق وترميه من الشباك. بس بتقدر ماتيلدا إنها ترجعه تاني للفصل ويخبط أجاسة فتقع على الكرة الأرضية اللي في الفصل، فتلفها ماتيلدا بسرعة كبيرة لغاية لما تدوخ أجاسة اللي بتحاول تهجم على لافندر، فترفع ماتيلدا لافندر اللي فوق فتخبط أجاسة نفسها في الباب فيتكسر، وتبدأ ماتيلدا تحدف عليها حاجات فيشوفها باقي التلاميذ ويعملوا زيها، فتخرج أجاسة من المدرسة وتركب عربيتها وتمشي من المدينة للأبد. وبعدها رجعت هاني لبيت والدها، وبتكون ماتيلدا عندها في البيت باستمرار. وبعدها بتيجي زينيا عشان تاخد ماتيلدا عشان ماشيين من المدينة، عشان هاري لو فضل في المدينة أكتر من كده هيتقبض عليه. وبتكون ماتيلدا عايزة تقعد مع هاني، فتقنع ماتيلدا زينيا وهاري إنهم يمضوا على أوراق تبني هاني ليها، فتعيش ماتيلدا مع هاني في سعادة ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. أشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.